30 عاما من الغربة في دولة الإمارات بعيدا عن وطنه العراق، اعتبره النقاد الروائي التجريبي الأبرز في جيل الستينيات، وكان أول من أدخل الرسم في العمل القصصي. واصل إصداراته في غربته الطويلة ابتداء من مقاماته اللامية وحتى مجنون زنوبيا، بالإضافة إلى مقالاته السياسية والفكرية التي أعطت للعالم صورة أوضح لما يحمله هذا المبدع من هم وطني متأصل في ذاته. معنا في صباح جديد اليوم الكاتب والأديب العراقي الكبير الأستاذ جمعة اللامي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير لك ولمشاهدينا ولمصر ولجميع العرب والمسلمين ولكل محب الحرية والعدل والسلام في العالم. صباح الخير وأهلا بك في مصر. حياك الله. 30 عاما من الغربة في الإمارات أو 29 عام بالتحديد، هل هو منفى اختياري أم كانت هناك ظروف لهذه الغربة؟ هو يعني مكان هجرة من غرفة إلى غرفة أخرى. بالنسبة لي دولة الإمارات العربية المتحدة أو مصر أو أي بلد عربي آخر، هو أنا أنتقل من مكان من مكان محدد في تفاصيله وفي تاريخه وفي خصوصيته أيضا إلى مكان يشبه نفسه. فأنا انتقلت من بيت من داخل البيت، ولكن من غرفة إلى غرفة أخرى. نتكلم العربية وثقافتنا واحدة واقتصادنا متشابه، ومن حسن الصدف أننا